وصلى وبارك على النبي سيدنا محمد وآله. اليوم في هذا اليوم يخرج الشعب المغربي في هذه المسيرة من هذه المدينة المجاهدة نساند إخواننا وأخواتنا في سوريا أرض الشام، الأرض المباركة. فنحن من هنا من هذه المدينة من الدار البيضاء نحيي إخواننا وأخواتنا هناك ونشد على أيديهم ونترحم على شهدائهم ونقول لهم إن النصر بإذن الله تعالى قريب، ونقول لهم مزيد من الصبر في مواجهة الطغيان. فلقد أبنتم عن صبركم وعن قوتكم وعن شهامتكم وعن شجاعتكم، فلا تتراجعوا أمام هذا النظام الذي يقتل أبناءنا هناك في سوريا. فمزيدا من الصبر ومزيدا من الثبات إن شاء الله عز وجل، فإن النصر مع الصبر. وأيضا نشد على أيديهم جميعا وندعو من هذه المدينة كل الشعوب العربية والإسلامية إلى أن تقف جنبا إلى جنب مع شعبنا المجاهد هناك في سوريا. لا ينبغي أن يترك الشعب السوري معزولا وحده، ينبغي أن تقف الأمة جميعا معه حتى يحقق النصر وحتى يحقق الكرامة وحتى يحقق العزة والحرية. لقد سالت دماء مباركة، آلاف الشهداء ارتقوا إلى ربهم، ولا ينبغي أن تضيع هذه الدماء سدى. إن دماء الشعب السوري لا ينبغي أن تذهب سدى. هذه الدماء هي التي تنير إن شاء الله عز وجل طريق النصر لهذا الشعب، وندين كل المجازر التي ترتكب في حق أبنائنا هناك. مجازر النظام السوري الظالم، هذا النظام الذي لا ينبغي أن يكون له وجود في أرض سوريا الحرة بجهاد أبنائها والحرة بجهاد بناتها. فمزيد من الصبر أيها الإخوة والأخوات في سوريا، لقد ضحيتم وبذلتم وتقبل الله منكم. إن الله معكم، إن الله لن يضيعكم. لقد أبان التاريخ وأبان التجارب وأبانت كل تجارب المقاومة والوقوف في وجه المستبد أن النصر بإذن الله عز وجل مع المظلومين، ومع أن النصر حليف المستضعفين. فمزيد من الصبر، وعلى الأمة أن تنهض بكل قواها وبكل فعالياتها وبكل نخبها إلى أن تنصر هذا الشعب نصرا مبينا. فهذه إذن رسالة من أرض المغرب إلى إخواننا في الشام. نسأل الله عز وجل أن يعجلهم بالنصر، ونسأل الله أن يرحم الشهداء رحمة واسعة، وأن